وبيتصل فليتشر بأودري ويعتذر لها انه مشغول ومش هيقدر يجي الحفله، فيزعل ماكس عشان ابوه ما وفاش بوعده وما جاش الحفله، وبيتمنى ماكس ان ابوه ما يعرفش يكذب لمده يوم، وبيطفي بعدها الشمع. وتاني يوم بيصحى فليتشر وبيركب الاسانسير وبيشوف ست جميله بس بيغلط في كلامه معاها فتضربه على وشه. وبعد كده بيقابل فليتشر واحد شحات فيقول له فليتشر انه بخيل ومش هيديله فلوس، وبيكون فليتشر مستغرب انه مش عارف يكذب زي ما متعود. وبيوصل فليتشر للمحكمه وبيشوف هناك الموكله بتاعته، وبيتكلم فليتشر مع محاميه الخصم وبيكون مش عارف يكذب خالص، ولما بيجي يكذب بيعمل حركات غريبه بوشه ومش بيعرف يتكلم. وبيدخل القاضي ويطلب فليتشر منه تاجيل الجلسه، بس القاضي بيرفض عشان مفيش سبب للتاجيل، وعشان كمان القضيه اتاجلت اكتر من مره قبل كده. وبيكون فليتشر مش قادر يكذب ويالف سبب للتاجيل، وبتتخانق سامانثا مع فليتشر عشان فليتشر مش قادر يقنع القاضي بالقصه اللي الفها، فيأجل القاضي القضيه لغايه الساعه 1:30 لغايه لما يتفقوا. وبيسيب فليتشر قاعه المحكمه ويخرج يركب الاسانسير، وبيكون الناس متضايقين من الريحه الوحشه اللي في الاسانسير، فما يعرفش فليتشر يكذب ويقول لهم وهو نازل من الاسانسير ان هو اللي عملها. وبيرجع لشغله ويقابل موظفه الاستقبال ويقول لها ان تسريحتها وحشه جدا، ويشوف زميله ويقول له انت تخين كده ليه. ويكون فليتشر مش قادر يكذب على الناس فيدخل مكتبه ويقفل عليه، ويحاول فليتشر يكذب ويمسك القلم الازرق ويحاول يقول انه لونه احمر بس ما بيقدرش يكذب، ويحاول يكتب على الورقه ان القلم لونه احمر بس ما يقدرش يكتب وما بيعرفش يتحكم في ايده، وبتكتب ايده على المكتب وعلى وشه ان القلم لونه ازرق.